لا هو مش فيلم رعب، هو فيلم اثاره وتشويق، يعني سسبنس اكتر منه رعب. انا ما بحبش اصلا افلام الرعب، يعني ما يعني بحس ان هو ليه تخوفني. اول علاقتي بالفيلم والله كلمني استاذ وائل عبد الله بعد فيلم 122 وعرض عليا الفيلم وقريته وتحمست جدا. وكمان لما عرفت ان هو اول فيلم هيبقى 3D كله ده حمسني اكتر واكتر، ومن هنا بدات الحكايه بقى. كان 2019 بعد 122 على طول قعدنا نجهز ونحضر في الفيلم، بدانا نصوره في اخر 19، خلصنا تصوير مارس 2020. اول ما خلصنا من هنا الكورونا حصلت من هنا فقعدنا سنتين كده شويه السينما متلخبطه، وهو اخد شويه وقت كمان في ال 3 دي عشان كان بيتعمل بره مصر، والحمد لله جه وقته والحمد لله نجح. كنا بنتخض لان انت غصب عنك، انت لما بتتكلمي مع اصحابك على حاجه ليها علاقه بالحاجات دي انت تلاقي نفسك كل حاجه فاهمه اتلبشت يعني، فما بحبهاش اصلا، ما بحبش اتكلم فيها. فطبعا الفيلم لما كنا بنعمل المشاهد اللي هي ليها علاقه بكده كانت سهل قوي لو حد خضك بتقع يعني. بس انا اصلا بصراحه قلبي ضعيف يعني، انا بدات اقويه شويه مع فكره ان انا بقيت اب والعيال وكده، فما ينفعش ابقى خايف بقى يعني يعني ما ينفعش انا هم يعني ما ينفعش انا هم بنعمل حاجات وانا بقى هموت من الرعب واقعد اعيط وهم، يعني ما ينفعش. فهنا اللي بدات شويه لا اتغلب على حاجات كنت بخاف منها، بس انا قلبي خفيف في حاجات كتير يعني، في السواقه، في السرعه، لو حد جنبي بيسوق بسرعه بتوتر جدا وزمان كنت ممكن صحابي يدخلوا افلام الرعب عشان انا اصوت وهم يضحكوا، يعني انت فاهمه، عارفه انت بتعملي رياكشن اللي هو الصويت بقى وكده. وحتى واحنا بنتفرج على المشاهده بتاعت يوم 13 اول مره كان في كام حاجه كده انا يعني طبعا، وانا اصلا اللي بمثل يعني، فانا قلبي خفيف في الحاجات دي. وانا في رمضان وجيت قلت لك انا عندي فيلم 3D سسبنس شويه رعب اثاره وتشويق في العيد، هتقولي انت مجنون، هو في حد في العيد بيخش الحاجات دي؟ اهو الناس دخلت الحاجات دي في العيد، فده بيقول لك ان الناس دايما بتروح للحاجه الحلوه.